مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتي. اليوم غادي نحضر معكم حرشة صحية بلا دقيق بلا زبدة، كتجي بنينة وهشيشة. غنصاوبها بالشوفان والقمح الكامل وزيت الزيتون، كتجي خفيفة اقتصادية. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ويلا نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو الكاس ديال الحليب، بجوج كيسان ديال الشوفان مطحون، هنا العبار بالكاس ديال العنبة. غنخلطو المكونين مزيان وغادي نغطيو عليهم ونخليه تيشرب. غادي ناخد واحد البول، غادي نوضع فيه جوج كيسان ديال العنبة ديال القمح الكامل، غادي نضيف عليهم واحد 4 كاس ديال زيت الزيتون. غادي نبسبس الخليط مزيان حتى يولي على هذا الشكل. من بعد غادي ناخد الخليط الاول ديال الحليب والشوفان، بعد ما شربش كي ولا تماسك غادي نضيفو على هذا الخليط الثاني. غنضيف ليه واحد قبصة الملح، كاس الا ربع ديال الماء، واحد الخمارة، معلقة صغيرة ديال العسل. غادي نجمع الخليط مزيان حتى تنسجم جميع المكونات ونغطيو عليه نخليه تيشرب. بعد ما شرب معنا الخليط غادي ناخدو واحد اطار دائري غنغلفوه بالسلوفان. غناخدو كويرات من العجين ديالنا، غادي نفندوه في الشوفان يكون رقيق ونوضعوه فوق مقلاة بعد ما دهناها بشويه ديال الزيت، تكون النار مهيله بزاف باش يطيب من الداخل. غادي نستمر على هذا الشكل. ناخد واحد شويه ديال الخليط نديرو في هذاك الاطار الدائري، نفندو في الشوفان رقيق ونوضعو فوق المقلاة ونبدا نقلب بحال هكا. كل مره نقلب الحرشه ديالنا حتى طيب مزيان من الداخل، وديما النار تكون مهيله بزاف. صافي نبقى نقلب في الحرشه تطيب الكميه كامله اللي عندي. وهاي الحرشه ديالنا واجده، كتجي بنينه وهشيشه وصحيه. ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده ولذيذه. مع السلامه.